يا اخي الواحد بياكل ويشرب ويعمل حمام وماسك نفسه وصحته زي البوم، ولما بيوصلش لحاجه هو عاوزها بيفضل يتشنج ويلوم الزمن ويلوم التربيه ويلوم كل حاجه ويلوم الظروف ويلوم قد ايه هو مقهور وليه ربنا ما عملوش كذا وكذا. امبارح كنت في استقبال البطنه وبركب لواحد قسطره، شخص ما. المهم الشخص ده عنده حاجه اسمها كوريا، ده نوع من انواع حاجه كده اللي هو تحكم لا ارادي، لا إرادي، عدم، مفيش تحكم اصلا في الحركات او في البتاع ده. حتى الكوريه دي دايما يعني زماني بقول لهم انا في حاله كوريه جوه كده، اللي هو بترقص كده حرفيا بيحرك ايديه حاجات لا اراديه، ممكن تكون واقف كده يروح خبطك في وشك لا اراديا، ايديه بتتحرك لوحدها وتبول لا اراديا وكل حاجه لا اراديه. وهو الشخص ده انا دخلت لقيته مش واعي. تخيل الشخص ده في الظرف اللي هو فيه ده، شخص قاعد مش واعي بجسمه، ما بيقدرش يقف، حركات لا اراديه، بيخبط، حتى كلامه اللي بيطلع على لا ارادي الى حد ما، مش واعي باي حاجه، مش واعي. انا بركب للراجل ده قسطره بيتبول لا ارادي، مش عايز اقول لك ان انا قلعت البنطلون وبركب لسه القسطره راح عامل حمام في وشي. اللي حصل وعياله شايلينه، الراجل ده كل ده يعني ونشوف حالات اسوأ من دي بكتير، بس الراجل ده ما كانش غير على لسانه حاجه واحده بس، الحمد لله. الراجل بنركب له قسطره بيتعذب والحمد لله، والراجل ماشي بيتشال في الطرقه كده والناس بصاله وبيقول الحمد لله، مش واعي بحاجه وبيقول الحمد لله. واحنا اللي ماشيين وبناكل وبنشرب وبنحقق احلام وبنعمل انجازات ونسينا مره نقول الحمد لله. الحمد لله.